السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا امثله لمنتجات اللي يمكن نستعملوها لتقشير الخلايا الميته باش نعالجوا التصبغات وكذلك التجاعيد. اول واحد هو ايزيس جليكو ا سوفت. هذا واحد المقشر سطحي اللي فيه 5.5% ديال حمض الجليكوليك، وهو تركيز اللي خفيف باش كيعطي نضاره للبشره. يمكن نستعملوه 2 حتى 3 المرات في الاسبوع. ومن بعد كاين ايزيس جليكو ا ميديوم. هذا واحد التقشير متوسط اللي فيه 12% من حمض الجليكوليك، يمكن استعماله كذلك مرتين حتى 3 في الاسبوع. وما نساوش ان دائما نبدا بواحد التركيز اللي قليل ونزيدوا التركيز تدريجيا لتفادي اننا نضروا البشره. وبالنسبه لايزيس جليكو ا انتنس اللي فيه 25% من حمض الجليكوليك، وهو تركيز اللي مرتفع شي شويه، وبالتالي يمكن نستعملوه اذا بشرتنا كانت متعوده ديجا على احماض الفواكه. ودابا غادي نشوفوا ايسدين جليكو ايسدين 8 سوفت. الوغ هذا فيه 8% ديال حمض الجليكوليك، وفيه ويل دو بوغاش اللي يمكن نستعملوه كل ليله. وبالنسبه لجليكو ايسدين 15 فهذا جل اللي فيه 15% من حمض الجليكوليك، وفيه لالوي فيغا للترطيب وتفادي تهيج البشره. واخر واحد هو جليكو ايسدين 25. هذا جل اللي فيه 25% من حمض الجليكوليك واحتوى فيه لالوي فيغا. للتذكير، من الافضل عدم استعمال حمض الجليكوليك بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه او الورديه، وما تنساوش الترطيب والواقي الشمسي جيدا في الصباح.